الآن إذا مشاهدينا الكرام فقرة وجها لوجه حول زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى تونس مع ضيفي عبر الأقمار الصناعية. أولا من الرباط السيد الروداني الشرقاوي المحلل السياسي. سيد شرقاوي أهلا بك ومساء الخير، كل الشكر جزيل لحضرتك على قبول هذه الدعوة. أهلا بك سيد حكيم وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك، وأنا تأكدت أن الصوت يصلك. وفي الاستوديو معي سيد العيد بالأطرش الباحث الجامعي. سيد العيد بالأطرش أهلا بك ومساء الخير، كل الشكر جزيل لك أيضا على قبول هذه الدعوة. أهلا بك أستاذي المحترم حكيم. الله يخليك، مساء الخير. إذا مشاهدينا الكرام، السؤال الرئيسي: ما تعليقكما إذن على هذه الزيارة التي تواصلت لأيام للعاهل المغربي الملك محمد السادس إلى تونس؟ وأبدأ معك أولا في الرباط السيد الروداني الشرقاوي المحلل السياسي، كيف قرأت هذه الزيارة؟ أولا يعني لا بد من التذكير بأن الزيارة الملكية لتونس الشقيقة تأتي في الزيارات السابقة لجلالة الملك لدول إفريقيا، وخاصة الدول الساحل الإفريقي ودول جنوب الصحراء. ثم كذلك تأتي هذه الزيارة لتونس بعد يعني زيارة السيد رئيس الحكومة التونسي مهدي جمعة إلى المغرب، وقد تلتها كذلك زيارة السيد الرئيس الجمهورية التونسية منصف المرزوقي إلى المغرب، وكذلك لتأكيد العلاقات الأخوية المتينة التي تربط الشعب المغربي بالشعب التونسي والمملكة المغربية بالجمهورية التونسية. كذلك تأتي هذه الزيارة للتأكيد على العلاقات القوية، وكذلك تفعيل اتفاق تبادل الحر الذي أبرم بين البلدين سنة 1999 وتوطيده بمقاربة جديدة. ثم كذلك اتفاق أكادير ديال 25 فبراير 2004 والذي أعطى نفسا قويا للعلاقات المغربية التونسية، خاصة في المجال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي. نعم. الآن السيد العيد بالأطرش الباحث الجامعي، هل تنظر بنفس العين لهذه الزيارة، زيارة العاهل المغربي لتونس؟ طبيعي جدا أن يقوم جلالة الملك بزيارة إلى بلدان إفريقية وإلى تونس الشقيقة أيضا، ولكن هذا لا بد أن تكون من ورائه طبعا لابد من بحث عن علاقات جديدة ومن تعاون، وهذا من حق المغرب كبلد عربي وكبلد ينتمي إلى المغرب العربي الكبير الذي نطمح جميعا إلى بنائه. لكنني أريد أن أقول أنها لا تخلو أيضا من خلفية موضوعية، هي أن المغرب يريد أن يقول للعالم بأنه يحد من الهجرة الشرعية إلى أوروبا، وأنه الحاجز المنيع لهذه الهجرة الشرعية التي تزعج أوروبا، وأنه يريد أن يقول للعالم أيضا بشكل غير مباشر بأنه يمكن أن يكون رائدا، وبأنه يمكن أن يكون متحدثا رسميا في المغرب العربي. لكن ينبغي أن نعلم أيضا، وهذا من حقه، فكل بلد يبحث عن منفذ ويبحث ومن حقه ذلك، لكنني أريد أن أقول بأن هذه الزيارة جاءت قبل ميلاد الملك جلالة الملك المحترم السيد محمد السادس. في 8 فبراير 1958 اختلطت دماء الجزائر وتونس في الساقية الحمراء، فإذا في ساقية سيدي يوسف. فينبغي أن نعلم بأن العلاقات الجزائرية التونسية لا تحرجها هذه الزيارة، بالعكس نحن نثمن هذه الزيارة، ونتمنى أن يبنى هذا المغرب العربي الكبير، ونتمنى التوفيق في هذه المهمة لجلالة الملك. لكنني فقط أريد أن أقول بأن أسس المغرب العربي الكبير بنيت، أول ما بنيت وضعت في 10 جوان 1988 بزرالدا بالجزائر لأول مرة في تاريخ المغرب العربي، وقد حضرها جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، وقبل أن توقع مراسمها في 19 فبراير 1989 سنة من بعد في مدينة مراكش. فإذا هذه الزيارة سيد الشرقاوي سيد الشرقاوي، أولا يقول هذه الزيارة لا تحرج الجزائر، ونحن سنتحدث عن الموضوع الجزائري في وقت لاحق، ولكن هل لا تخلو فعلا هذه الزيارة من خلفية ثمة طموحات لدى المغرب مثلا في أن تكون متحدثا رسميا في المغرب العربي كما يقول سيد العيد بالأطرش الباحث الجامعي؟ هل تتفق مع ما قاله إجمالا؟ هو عندما نتكلم عن خلفية لا بد من التذكير بنقطة جد مهمة، والتي يعني أعتبرها يعني
نقطة يعني لا بد من الإخوة في تونس أو حتى في الجزائر أو حتى في المنطقة المغاربة أن يوعوا جدا. عندما قام جلالة الملك بزيارة تونس الأخيرة كان مرفوقا بولي العهد ثم كذلك بالأمير مولاي رشيد، وهذا له يعني دلالات قوية، وخاصة وأن تونس الشقيقة تعيش مرحلة انتقالية، وأن يعني ساعات قبيل زيارة جلالة الملك وولي العهد والأمير مولاي رشيد لتونس كانت عملية إرهابية تمت يعني في مدينة القصرين على بعد 17 كيلومتر من الجزائر، والتي يعني تم صحيح. يعني كانت وفاة مجموعة من رجال الشرطة. يعني في ظل هذه الأجواء المتوترة وهذه حالة الاستقرار التي تعيشها الجزائر، الحدود الجزائرية التونسية خاصة في جبل الشعباني كذلك وفي مدينة القصرين، قام جلالة الملك بهذه الزيارة التاريخية، وهذا تأكيدا ويعني وقوة لرؤية المغرب في التعاطي وفي الدفع باستقرار، ويعني للقول بأن رغم ذلك فالمغرب يشجع الاستقرار، يشجع الانتقال الديمقراطي، يشجع يعني الاستمرار في العملية الديمقراطية والبحث عن حلول يعني بين جميع الفرقاء في تونس. نعم. وهذا يحسب لجلالة الملك ويحسب للمملكة المغربية. وهذا ما يقودني للسؤال أيضا للسيد العيد بن الأطرش، يعني هل هذه الزيارة هي دعم للثورة التونسية وللمسار الانتقالي في تونس فقط، أم أنها ربما مزاحمة للجزائر في علاقتها الخاصة إذا صح التعبير بتونس وفي دورها المغاربي؟ وهنا أطرح السؤال على السيد العيد بن الأطرش. نحن نثمن كل عمل يسعى إلى لم شمل العالم العربي كجزائريين تتحدث طبعا نحن كجزائريين ككل جزائريين وكل العرب في وقت التكتلات، في وقت التجمعات الكبرى في آسيا وفي أمريكا وفي أوروبا كما نرى، فمن الأفيد الآن أن الوحدة لم تعد نوستالجية وشعاره أنها صارت ضرورة ملحة. لكنني أريد أيضا أن أقول بأن الجزائر وتونس، الجزائر الزيارات بين الجزائر المسؤولين الجزائريين والتونسيين لا تكاد تنقطع، والعمل بين الجزائر وتونس يتم ليل نهار 24 من أجل مقاومة العنف الذي يتم في ذلك. والجزائر صاهرة على 6386 كيلومتر من الحدود من أجل أن تكون هذه القلعة الصامدة من أجل أن لا ينتصر العنف في المنطقة. ولذلك فهذه الزيارات التي تقام، والجزائر تبادلت زيارات الغنوشي ورئيس الحكومة والسيد مصطفى مرزوقي جاء إلى الجزائر مرات عديدة وتبادلت زيارات بين المسؤولين، فإن الجزائر واقفة في الميدان 24 من أجل مواجهة النيران في الميدان، وهي الطرف ليس في التدخل. ما معناها على عكس المغرب تقول؟ نعم. هل أفهم من ذلك بمعنى أنه أن على عكس الجزائر المغرب؟ هذه مسألة زيارات التشريفات تجاوزتها لتكون جنبا إلى جنب إلى يعني جنب. تعتبر هذه زيارة تشريفية لا أكثر ولا أقل وليس لديها أي هي عمق؟ زيارات دبلوماسية سياسية يقوم بها الملك المغربي من أجل دعم توطيد العلاقات إلى غير ذلك، وهذا محسوب له وهذا دوره. لكن هل في الأمر مزاحمة أو منافسة للدور الذي تلعبه الجزائر؟ لا يمكن أن نزاحم الجزائر التي كانت أول ضحايا العنف لمدة 10 سنين، والتي تأسس المغرب العربي في زيرالدا في 1988، والتي وأقول أيضا أمر مهم، وهذا البلد الذي حين ندى في الدورة 17 لدول عدم الحياز أرجو لا تثير حتى فيه حقه. جاءته 106 دولة 106 دول إلى الجزائر اعترافا بتاريخها النضالي العريق الذي بدأ في بوندونغ 1958 حين كانت مستعمرة. الجزائر حين كانت مستعمرة كانت تقاوم. دعني أطرح السؤال على السيد روداني الشرقاوي. سيد روداني الشرقاوي المحلل السياسي من الرباط، هل تعتبر أن هذه الزيارة هي مزاحمة أولا للجزائر في علاقتها بتونس؟ هذا أولا. وهل لك رد حين يقول السيد العيد بن الأطرش أنه لا يمكن مزاحمة الجزائر نظرا ربما حسب ما فهمت لخصوصية العلاقة ما بين تونس والجزائر؟ ما ردك على هذا الأمر؟ اولا لا بد من التذكير بان يعني الدستور المغربي في تصديره، يعني في التصدير للدستور المغربي ركز الدستور المغربي على أهمية انبثاق نظام مغاربي جديد يخدم مصلحة الشعوب المغاربية اقتصاديا واجتماعيا وكذلك سياسيا. ثم كذلك المغرب لا يمكن أن يزاحم أي دولة حتى الجزائر في تونس، لأن المنطقة بكل برمتها تحت كفة عفريت. ونلاحظ الآن ما يقع في ليبيا وما يقع في جبل الشعباني بين الحدود الجزائرية التونسية. ثم
ثم كذلك ماذا يقع الآن يعني في سوريا، ونعرف أن مجموعة من المغاربيين يعني مئات الآلاف من المغاربيين موجودون في سوريا، وعودتهم ولكن لا ضير في المنافسة أمنية. سيد شرقاوي، يعني لا ضير في هذه المنافسة إن كانت تخدم المصلحة المشتركة لكلا البلدين كما تقوم بذلك اليوم الجزائر. ثمة البعض من المغاربة لا ينفون هذا التنافس إن صح التعبير اليوم على تونس من قبل المغرب، خاصة إذا كانت المصالح مشتركة والهدف وحده ويخدم مصالح المنطقة ككل والمغرب العربي ككل. أعتقد بأن إذا رجعنا إلى البيان المشترك بين البلدين عقب الزيارة لجلالة الملك لتونس، ثم كذلك خطاب جلالة الملك في أمام المجلس التأسيسي أي البرلمان التونسي، كانت دعوة صريحة إلى جميع الدول المغاربية، ليس الجزائر فقط وتونس وموريتانيا، ولكن إلى جميع الدول إلا التكتل والتوحد لمواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ولمواجهة كذلك الرهانات والصعوبات الأمنية التي تعرفها المنطقة. ثم كذلك لا بد من التذكير بأن اليوم حتى في زيارة جلالة الملك لتونس كانت يعني المسألة الاقتصادية جد مطروحة كثيرا، حتى أن هناك أكثر من 20 اتفاقية تم طرحها وتم التعاون في شكلها. هذا يعني يجعل بأن الزيارة الملكية لتونس ليست زيارة سياسية أو لإحراج لطرف أو آخر، بل كانت الهدف منها ليست زيارة سياسية وليست لإحراج طرف دون آخر. سيد العيد بالله، اعلم بأنك عندما تتحدث عن المغرب العربي هذا يعني أنه يصبح للمغرب الشقيق حدود مع النيجر ومع مالي. هالكلام مفهوم عندما نتحدث عن المغرب العربي، معناه بأننا نتحدث على بلد كبير ويصبح للمغرب حدود مع مالي ومع النيجر. كل هذه الأحزمة النارية التي تحدث عنها السيد المحترم، الجزائر هي التي تواجهها منذ سنين، وهي التي تحاور الآن لما لها من مصداقية بعض الفصائل التي تنبذ العنف. ورغم ما قامت به فرنسا من تدخل في مالي، فإننا عدنا إلى نقطة البداية التي أسستها الجزائر لما لها من حكمة ولما لها من خبرة سياسية. ولكن هل تتفق حين يقول أنه ليست هناك منافسة أو مزاحمة من قبل المغرب؟ لا يمكن أن تكون، فالجزائر أكبر من هذه المنافسة. يعني وجهة نظر مختلفة. أنت تقول أنها لا يمكن أن تكون لأن الجزائر علاقة الجزائر بتونس كبيرة وخاصة تاريخية جدا ومصيرية ولكن هل ثمة واجتماعية من وجهة نظرك كجزائري أيضا وكباحث، هل ثمة محاولة من المغرب حتى يكون لديه ربما دور في تونس أو مكان هذا الأمر أكيد خلفيته لا ينبغي أن تكون بريئة، وخلفيته هي خاصة الصحراء الغربية. لكن المغرب العربي كيف هذه نقطة هامة، كيف خلفيته هي الصحراء الغربية؟ أكيد جلالة الملك يريد أن يقول بأنه هو المتحدث الآن، هو الرجل الذي يمكن أن يكون معه التبادل والحل والعقد في المنطقة. لكن الجزائر كرجل المغرب العربي بمثلا له دور في هذه المنطقة. لكن ينبغي أن نعلم بأن الجزائر بعلاقاتها مع الشراكات مع أكبر دول العالم، الصين والولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وبالإضافة إلى ما لها من تجربة في هذا المكان، وبالإضافة إلى ما لها من علاقات طيبة مع شعوب العالم. لا ننسى بأن الجزائر عندما عقدت منذ 5 أيام ملتقى أو جمعية البلدان عدم الانحياز، رغم غياب طويل لبى النداء 106 دول، بمعنى أن العالم كله قد حل بالجزائر لمال الجزائر من تقاليد. ولكن هذا لا ينفي أيضا الدور الذي يقوم به المغرب اليوم أكيد في نحن نثمنه. ولكن أريد أن أقول حتى أعطي كلمة السيد شرقاوي. العلاقات بين البلدان لا تبنى بالخطابات وبوجبات الغذاء. أقول لك لماذا. تبنى أولا بالتبادلات الاقتصادية، لا يمكن أن تقوم وحدة بالخطابات وبالنوستالجية. ولذلك فإن الجزائر رغم أن من نقطة هذا أمر مهم، رغم أن ليبيا في حالة نار، فإن شركة سوناتراك الجزائرية موجودة في ليبيا من أجل التعاون مع ليبيا، وهي موجودة في تونس، وهي موجودة في كل بلدان المغرب العربي، في حين أن المغرب يتعامل مع بعض الأوساط ومع بعض اللوبيات شمال جنوب وليس باتجاه المغرب العربي. والنقطة الأولى سيكون الكلمة الأخيرة. نقاط كثيرة من حل المغرب العربي ينبغي أن تبدأ من النهاية وهي تونس. ينبغي أن تبدأ حبس الأبجدية
من الصحراء الغربية وتبدأ من البداية من الصحراء الغربية بحيث يسوى هذا المشكل واضح. ثم يمتد الأمر إلى تونس. ربما أثرنا عليك سيد روداني شرقاوي، ولكن نقطتين هامتان على الأقل. النقطة الأولى هي أن يتحدث ضيفي الكريم هنا على خلفية الصحراء الغربية. هذه الخلفية موجودة في الصورة، في صورة هذه الزيارة، في الصورة الخلفية لهذه الزيارة لتونس. لا أدري إن كنت تتفق أولا مع هذا الأمر. ويتحدث عن ربما أن العلاقات المغربية مع باقي الدول وخاصة الآن مع تونس هي دبلوماسية فقط، شرفية فقط، وأن العلاقات الحقيقية تقاس بحجم المبادلات التجارية، بحجم التنسيق الأمني في محاربة الإرهاب، أن تكون في الواجهة وكما هي الجزائر. لست أدري إن كانت الصورة واضحة. تفضل سيد روداني الشرقاوي، ما ردك على هذا الأمر؟ أولا وقبل كل شيء لا بد من القول بأن عندما نتكلم عن ملف الصحراء المغربية هو ملف يعني بيد الأمم المتحدة، وليس يعني عندما يتكلم الأخ الجزائري ويقول بأن المغرب له خلفية في زيارة جلالة الملك لتونس يعني حول القضية الوطنية، حول القضية الوطنية اللي هي الصحراء. أعتقد بأن الأستاذ يعني ربما يعني خارج الزمان ولا يعني وأمواجه الفكرية بعيدة كل البعد عن التحولات الجيوسياسية والجيوستراتيجية وكذلك التحولات الأمنية التي تعيشها المنطقة. المغرب ليس بقرية معزولة في المنطقة. المغرب مهتم بما يقع في ليبيا، مهتم بما يقع في تونس، مهتم بما يقع في شمال مالي. المغرب بلد إفريقي له علاقات اقتصادية قوية مع دول الصحراء، دول جنوب الصحراء ودول الساحل الإفريقي. وكذلك في استراتيجية جديدة المغرب الآن يريد يعني إحياء اتفاقية تبادل الحرب ما بين تونس واتفاق أكادير 2004 اللي هو اتفاق اقتصادي محض. ثم كذلك أن عندما نتكلم عن القضية الوطنية الأولى اللي هي ملف الصحراء، لا ننسى أن البيان المشترك للمملكة المغربية مع البيت الأبيض عند زيارة جلالة الملك للرئيس باراك أوباما كان هناك يعني ضمنيا اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بجدية المقترح الحكم الذاتي وبمضامينه وبمقاربته الإنسانية وحتى كذلك بمقاربته الأمنية. ثم لا بد أيضا كذلك أن نقول بأن اليوم يعني هناك يعني على خلفية هذه التحديات المطروحة على المستويين الإقليمي والجهوي، يعني جلالة الملك في خطابه أمام المجلس التأسيسي لم يدعو إلى انبثاق يعني نظام مغاربي جديد يعني بين المغرب وتونس، ولكن دعا جميع الدول المغاربية صحيح. إلى التعاطي بشكل هادف وعقلاني، ولم يعني يقصي يعني الجزائر. ثم كذلك فيما يخص التعاون الأمني، التعاون الأمني هو تعاون قوي ما بين المغرب وجميع الدول المجاورة حتى دول البحر الأبيض المتوسط. وفي الأيام الأخيرة الماضية تم يعني تفكيك خلايا إرهابية يعني ترسل المواطنين الإسبانيين إلى شمال مالي. ثم كذلك لا بد من التذكير بأن ما يقع الآن في مدينة القصرين وفي جبال الشعباني هناك يعني جماعات أنصار الشريعة والتي يعني لها يعني علاقة قوية بالمدعو الجزائري الشايب الذي الآن ينشط في ليبيا والذي هو في مواجهة الآن مع النظام الليبي. لهذا المغرب هو على وعي تام بما يتاح في المنطقة. وكذلك هناك يعني حتى في البيان المشترك المغربي التونسي كان وعي يعني الدولتين بالتهديدات الأمنية ثم كذلك بالجريمة المنظمة. ونحن نقولها للجميع، المغرب يعني دولة إفريقية تريد يعني توطيد علاقتها مع جميع الدول بدون استثناء، ونريد إرساء مبادرة وطنية إنسانية إفريقية، يعني مبادرة يعني بشرية إنسانية في إفريقيا. وهذا الذي كان وراء يعني زيارة جلالة الملك لمجموعة من الدول الإفريقية. الفرصة لسيد عيد بالأطرش حتى يجيبك سيد الشرقاوي. أنت وضحت فكرتك كما يجب وكذلك في توطيته لعلاقات المملكة بهذه الدول العظمى. السؤال كنت تستمع إليه فقط حتى يجيبك سيد عيد بالأطرش. يعني رد على كل ما قلته، ربما يقول أن تفكيرك ربما بعيد عن الواقع. نعم أكيد. أرى الأستاذ المحترم هو ذاته يكون حجة على ما أقوله، حيث أنه تحدث بحميمية عن قضية الصحراء الغربية وأبسط فيها الحديث مع أنها ليست موضوعة الحديث، وهو دليل على أن ما أقوله فعلا كذا. فنحن نقول هذا الملف ما زال قائم، وسواء تحدث أوباما أو لم يتحدث فهذا الأمر يحسمه الصحراويون بنضالهم أو عدم نضالهم. وأريد أن أقول حتى نخرج من هذا الموضوع، وأريد أن أقول أن المغرب العربي يقوم أصلا عندما تحل هذه المشكلة، وكل قفز على هذه المشكلة هو مجرد هروب إلى الأمام. أما وزن الجزائر
الثوري والتاريخي بما قدمت من ثورة عارمة للعالم، وبذلك نالت احترام الشعوب الأمس واليوم، فستظل دائما قبلة الأحرار كما حدث في المرة الماضية منذ 5 أيام. وأريد أن أقول بالنسبة للإرهاب الذي تحدث عنه ويقول إنه جزائري، فإن الجزائر هي أول بلد في العالم الذي كان السد المانع ضد الإرهاب، وبفضل الجزائر كثير من هي الحزام الأمني لبلدان المغرب، وبفضل الجزائر التي تحرس 6386 كيلومتر من الحدود، وهي أكبر حدود في هذه الأرض، بفضلها ينعم بعض البلدان بالاستقرار. فالجزائر هي حامية المغرب العربي، وهي حامية الاستقرار، وهي حامية الأمن في المنطقة. وهذا ما يعرفه أوباما، وهذا ما قاله أوباما حين قال إن الجزائر هي الشريك الطبيعي للجزائر. لعلك سمعت بذلك. باختصار شديد حتى نتقدم، هل يمكن أن ترتقي اليوم العلاقات المغربية التونسية إلى مستوى العلاقات التونسية الجزائرية؟ باختصار شديد في أقل من 30 ثانية. السيد روداني الشرقاوي، كذلك بالنسبة لك سيد عيد بلاطرش. تفضل سيد شرقاوي باختصار. هو عندما نتكلم عن استقلال الجزائر أذكر الأخ وربما التاريخ بيننا وإن كان يدرك الحقيقة، فالحقيقة هي بنت الزمن. الاستقلال الجزائر شارك مغاربة كثيرون في استقلال الجزائر، وكان التنظيم الذي قاد إلى استقلال الجزائر كان بمدينة وجدة وبمدينة الناظور، وحتى كذلك بجميع المدن الشرقية المغربية. ثم كذلك السيد منصف المرزوقي وهو يعيش في مدينة طنجة إلى حدود سنة 1964، وهو في سيارته متجها إلى الجزائر يقول في كتابه بأن المغرب هو كان دولة محورية في استقلال الجزائر. وكان يذكر بتونسي مشهور وهو يوسف بن صالح الذي قال بأن هذا السيد هذا الشخص قام بمبادرات قوية لجعل الجزائر في الاستقلال، وكذلك تونس بعد ذلك بعد استقلال المغرب. أشكرك سيد الشرقاوي. إذا همنا الوقت سيد الشرقاوي أعتذر منك، فقط الكلمة الأخيرة لسيد العيد بلاطرش قبل أن نختم هذه الحلقة. سيد الشرقاوي لابد من القول بأن هناك. نعم سيدي. أشكرك وأستسمحك سيد الشرقاوي. نعم باختصار لو سمحت في أقل من 20 ثانية. نعم أنا أريد أن أقول للأخ المحترم، نحن نعلم ماذا كان من تعاون بين الجزائر والمغرب الشقيق في الثورة التحريرية، وأنا كنت ترحمت على الملك الحسن الثاني المغفور له، ومع احتراماتي للملك محمد السادس، وقلت من حق المغرب ذلك، لكن ينبغي أن يعلم أن ذلك تم بين شعوب المغرب، وأنه باسم المنطق ينبغي أن نكون حريصين أيضا اليوم على استقلال الصحراء الغربية بنفس الروح التي كانت عند المغرب. أشكرك جزيل الشكر. أشكر من الرباط عبر الأقمار الصناعية سيد روداني الشرقاوي المحلل السياسي، كل الشكر الجزيل لك على قبول هذه الدعوة. وفي الاستوديو السيد العيد بلاطرش الباحث الجامعي، كل الشكر الجزيل لك أيضا على قبول هذه الدعوة. كنتم معنا في فقرة وجها لوجه. في عمق الحدث المغاربية.